الملفات المقبولة التي صنفت في حالة عدم التصريح بالمنتسبين من العمال من طرف المستخدم العمومي للمديرية العامة للأمن الوطني التربية الوطنية أثناء تحيين الملف وتم تسوية وضعيتهم فيما بعد. حالة أخرى ثاني تم قبولها تخص أجراء في القطاع العمومي والمسجلون في الضمان الاجتماعي فترة حالتهم على التقاعد خلال فترة التحيين، وكذلك بالنسبة لأجراء القطاع الخاص اللي تم قبول الملفات تاعهم فيما يتعلق بأجراء غير مصرح بهم أثناء تحيين الملف والذين تم تسوية وضعياتهم بعد خضوعهم لمراقبة البطاقية الوطنية. في حالة ثانية تخص المكتتبين الذين عملوا لدى مستخدم ثم غيروا انتمائهم إلى مستخدم آخر. في حالة ثالثة مكتتبون صرحوا على أنهم أجراء أثناء التحيين، لكن تبين بعد المراقبة أنهم غير أجراء وأن زوجاتهم يعملوا وينتموا لصندوق التأمينات الاجتماعية قبلت الملفات تاعهم. هذا في حالة القبول.